تخيل أنك جالس في عملك وفجأة تصلك إشارة قوية من الفضاء، إشارة لم يسمع مثلها من قبل أي إنسان. هذا بالضبط ما حدث في عام 1977. في تلك السنة كان عالم فلك يدعى جيري إيمان يعمل على مشروع لمراقبة إشارات الفضاء باستخدام تلسكوب ضخم في الولايات المتحدة. وخلال مراجعة البيانات ظهرت أمامه إشارة غير طبيعية أبدا. الإشارة كانت قوية جدا واستمرت لمدة 72 ثانية فقط، ثم اختفت ولم تعد مرة أخرى. الغريب أن الإشارة جاءت من اتجاه كوكبة القوس، وهي منطقة مليئة بالنجوم، لكن لا يوجد فيها أي مصدر معروف يمكن أن ينتج مثل هذه القوة. جيري إيمان صدم لدرجة أنه كتب بجانب البيانات كلمة واحدة فقط: واو. ومن هنا جاء اسم اللغز، إشارة واو. العلماء حاولوا تفسير ما حدث. هل هي إشارة من قمر صناعي؟ لا، لأن الأقمار الصناعية لا تعمل بهذه الطريقة. هل هي تشويش راديوي؟ مستحيل، لأن الإشارة كانت دقيقة ومنظمة. هل هي ظاهرة طبيعية؟ حتى الآن لا يوجد تفسير طبيعي مقنع. البعض قال إنها قد تكون إشارة من حضارة ذكية خارج الأرض، لكن المشكلة أنها لم تتكرر أبدا منذ أكثر من 40 سنة، والعلماء يراقبون نفس المنطقة في السماء، لكن الصمت هو الجواب الوحيد. فهل كانت تلك الإشارة أول محاولة تواصل من كائنات أخرى، أم مجرد لغز كوني لن نعرف حقيقته أبدا؟ السؤال الأهم: إذا كانت هناك حضارة ذكية حاولت التواصل معنا، لماذا اختفت؟